أول ظهور لناصر الجن بعد هروبه يربك حسابات النظام الجزري وبدأ يكشف الأسرار بالصقيل. اسمعوا ماذا قال عن سر عداء شنقريحة للمملكة المغربية. عاجل: أين متواجد الآن ناصر الجن؟ أتت المعلومات. زد على ذلك: من الذي ساعد بهروب ناصر الجن؟ وما علاقة المروحية الأمريكية؟ معلومات حساسة جدا. ناصر بوريطة يحظى باعترافات جديدة بمغربية الصحراء من داخل نيويورك. وماذا حدث بينه وبين الباريس بعد أن التقى الباريس بعطاف؟ لم تجد الجزائر إلا جنوب أفريقيا لكي تخرج بعدائها ضد وحدتنا الترابية، وهكذا رد المغرب. وفضيحة أمريكا لم تعطي قيس سعيد تأشيرة لكي يأتي إلى الأمم المتحدة، وتونس بصدمة حقيقية. مفاجأة من العيار الثقيل: الأمم المتحدة وبشكل رسمي تعلن قرار هام جدا حول المنطقة العازلة، وإليكم تفاصيله. والجيش المغربي بدأ رسميا. مرحبا، معكم بالبيس باسل شويك. ان شاء الله تكونوا بخير جماعه وبصحة بسلام. في هذا الفيديو لابد ان نتطرق لاول ظهور لناصر الجن بعد هروبه، وما هي التطورات التي حدثت، ومن الذي ساعده، وما حكايه امريكا، واين يتواجد الان، بالمغرب ام اسبانيا. اتت كل الأجوبة على هذه الأسئلة. فدعونا نذكر بالضغط على زر لايك من أجل أن ينتشر هذا الفيديو. بالآونة الأخيرة نتعرض لحملة من الإبلاغات، وخوارزمية القناة باتت تضايقنا قليلا، فساعدونا ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم الإيجابية بشعار الله الوطن الملك. ودعونا ندعو بسؤال: ما رأيكم أنتم؟ ما سر عداء شنقريحة للمملكة المغربية قبل أن نسمع السر بتصريحات ناصر الجن؟ اكتبوا لنا بالتعليقات ما رأيكم أنتم. ودعونا نبتدئ على الفور بهذه الصورة. نعم، ناصر بوريطة حديث الصحافة الجزائرية. ما القصة؟ وزراء خارجية دول الساحل يلتفون حول المغرب ويجتمعون ببوريطة بنيويورك لتتبع المبادرة الملكية للولوج إلى الساحل. التقى ناصر بوريطة مع وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر بصدمة حقيقية لأحمد عطاف، لأن أحمد عطاف لم يستطع أن يلتقي مع أي من هؤلاء وزراء الخارجية. لماذا؟ لأن الجزائر لديها أزمة مع مالي، أزمة مع النيجر، أزمة مع بوركينا فاسو، ونحن نعلم جيدا أن رؤية الجزائر العدائية هي التي باتت تعزلها عن العالم. ماذا جرى بين بوريطة ووزراء خارجية دول الساحل؟ أكدوا دعمهم المطلق لمبادرة جلالة الملك الأطلسية، وهناك نية واقعية لاعتراف مالي بمغربية الصحراء. هذا ما أكده وزير خارجية مالي، الذي أكد لناصر بوريطة أن هناك وفد من مالي سوف يأتي إلى مدن الصحراء المغربية. إذن ناصر بوريطة بهذا اللقاء الذي أجراه مع دول الساحل تزلزلت الذباب الإلكتروني الجزائري والإعلام الجزائري. وإن قلنا أن اجتماعات ناصر بوريطة أصبحت حديث الجزائر، ننتقل من دول الساحل إلى الباريس. ليلة الأمس قلنا أن الباريس التقى مع ناصر بوريطة وتحدث حول آخر التطورات والعلاقات، لكن حدث أمر مفاجئ. بعد أن التقى الباريس ببوريطة، أحمد عطاف حرص على لقاء الباريس وتباحث الطرفان حول آخر التطورات والعلاقات. نحن نعلم أن هناك أزمة بين الجزائر وإسبانيا، خصيصا بعد آخر التطورات واعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء. ونوجه السؤال الآن: كيف حضر ملف الصحراء بلقاء أحمد عطاف والباريس؟ أحمد عطاف حاول كالمعتاد أن يقحم ملف الصحراء المغربية أمام وزير خارجية إسبانيا. خرجت الإشاعات وقيل أن إسبانيا
أصبح لديها محاباة تجاه الجانب الجزائري. فهل هذا حقيقة؟ لقاء الباريس بأحمد عطاف يعتمد على أمرين: الأول، إن إسبانيا تتجهز لقيادة وساطة أخيرة حول الصحراء المغربية بين المغرب والجزائر، وهذا هو سر لقاء الباريس مع أحمد عطاف وناصر بوريطة. إذن إسبانيا تريد أن تلعب ورقة الوساطة الأخيرة من أجل إغلاق ملف الصحراء المغربية، خصيصا أن هناك تطورات متسارعة، وهناك جلسة مجلس الأمن بأكتوبر التي سوف تحسم كل شيء. خرج الإعلام الجزائري ليدعي أن إسبانيا تراجعت إذن عن موقفها الداعم اتجاه مغربية الصحراء. ما حقيقة ذلك؟ حقيقة ذلك سوف نسمعها من العاهل الإسباني. العاهل الإسباني فيليب السادس رسخ الدعم الإسباني للمغرب بقضية الصحراء على منبر الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي، وأكد على الدعم المطلق من إسبانيا تجاه مغربية الصحراء تحت مبادرة الحكم الذاتي، وأكد على ضرورة إنهاء هذا الصراع المفتعل الذي مضى عليه 50 عام. إذن فشلت الجزائر بإشاعاتها حول الترويج على الموقف الإسباني، وأيضا إسبانيا باتت حذرة أكثر بنية الوساطة الأخيرة التي تريد أن تقودها بين المغرب والجزائر. ضربة نوعية استباقية وجهتها إسبانيا للجزائر داخل نيويورك. أيضا ضربة نوعية استباقية وجهتها البرتغال. ليلة الأمس قلنا أن أحمد عطاف حرص على لقاء وزير خارجية البرتغال من أجل سحب موقف برتغالي داعم للبوليسارو. البرتغال، وزير خارجية البرتغال التقى مع ناصر بوريطة، وأكدت البرتغال دعمها المطلق لمغربية الصحراء، وعليه يتم نسف الأخبار المغلوطة التي تأتي من وسائل الإعلام الجزائرية، خصيصا إن قلنا لكم أنه حدث لقاء ثنائي بنيويورك بين ناصر بوريطة ونظيره الهولندي. بدد الإشاعات التي تقول أن هناك توتر بين الرباط وأمستردام. كثرت بالآونة الأخيرة إشاعات تدعي أن هناك أزمة بين المغرب وبين أمستردام وبين المغرب وحلفائه، في حين كل هذه مغالطات تأتي من الجزائر من أجل التغطية على النجاحات المغربية. إذن حصرت الجزائر داخل الأمم المتحدة بنيويورك، فلجأت إلى حلفائها السابقين وعلى رأسهم من؟ رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا. مناورات يائسة للجزائر وبريتوريا بالأمم المتحدة. على منبر الأمم المتحدة حاول رامافوزا كالمعتاد الخلط بين القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية بين قوسين، ودعا إلى التدخل المستعجل لحماية حق الشعب الصحراوي، ودعا إلى الاستفتاء وهذه البروباغندا الإعلامية. من الذي سوف يرد على رامافوزا؟ الشعب الجنوب أفريقي، لأن إعلام جنوب أفريقيا تهجم على رامافوزا. أتعلمون لماذا؟ قالوا له عوضا أن تتحدث عن جماعة انفصالية، لماذا لم تتحدث عن الشعب الذي يعاني الويلات اليوم؟ اقتصاد جنوب أفريقيا بات منهار. دولة جنوب أفريقيا التي كنا نقول عنها أنها لديها ريادة داخل القارة الأفريقية، اليوم عادت للوراء ملايين السنوات الضوئية. جنوب أفريقيا التي تغار من نجاحات المملكة المغربية اليوم تتمنى لو تعيد سيناريو النجاحات، لكن طبعا إن بقيت تضع يدها بيد الكبرنات فسوف تعود للوراء، لأن لعنة الكبرنات نزلت على جنوب أفريقيا كما نزلت على تونس. اسمع، الإدارة الأمريكية رفضت منح قيس سعيد التأشيرة للحضور بالأمم المتحدة. تخيلوا الذي نقوله الآن. مصادر سياسية تونسية قالت إن الإدارة الأمريكية رفضت إعطاء قيس سعيد تأشيرة دخول إلى أمريكا ما حال دون حضوره الأمم المتحدة. وفق معطيات حصلت عليها مصادر سياسية تونسية إن ديوان الرئيس التونسي فوجئ برفض منح التأشيرة لرئيس البلاد قيس سعيد. وتابعت المصادر ذاتها أن الرفض أربك حسابات الرئاسة التونسية، كونها
أخبرت به قبل 48 ساعة فقط، أي أن قيس سعيد لبس هندامه وجهز كلمته التي سوف يلقيها على منبر الأمم المتحدة، في حين أن أمريكا لم تعطي قيس سعيد التأشيرة. وهذه اعتبرت فضيحة كبيرة ومن العيار الثقيل. وتخيلوا أن قيس سعيد اكتفى بالصمت، لم يستطع طبعا أن يتهجم على الجانب الأمريكي. قيس سعيد وعند علمه بالخبر أبان عن غضب هستيري على حد المصادر، وأضافت أنه لم يكن يتوقع هذا التعامل من الإدارة الأمريكية، أي أن قيس سعيد أعرب عن غضبه فقط لا غير دون أي ردة فعل. لهذا السبب الجزائر لجأت إلى رئيس جنوب أفريقيا، لأن حليفتها الأخرى أو ولايتها تونس لم تكن موجودة. وإن كنا نريد أن نبتعد قليلا عن جنوب أفريقيا وتونس ونتساءل ماذا حدث بكينيا، لأن كينيا كانت دائما محتارة بين دعم مغربية الصحراء ونراها تعود من أجل أن تجري محاباة مع الجزائر. على منبر الأمم المتحدة انحل الجدل. مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمهد الطريق لتسوية نزاع الصحراء. رئيس كينيا على منبر الأمم المتحدة أعلن الاعتراف المطلق لبلاده اتجاه مغربية الصحراء. وما أجمل هذا الخبر، وعليه ناصر بوريطة بتواجده بنيويورك حصد اعترافات متتالية بمغربية الصحراء، والتقى مع حلفاء عدة. على سبيل المثال روسيا، بوريطة التقى مع سيرغي رافروف. لماذا التقى بوريطة مع سيرغي رافروف ونحن نعلم جيدا أن روسيا تتجهز لرئاسة دورية داخل مجلس الأمن، ونعلم جيدا أن ملف الصحراء المغربية يسير بمنعطف حساس للغاية. بكل اختصار دون مقدمات، المغرب يمهد لاعتراف روسي بمغربية الصحراء، وهذا الاعتراف سوف يكون الضربة القاضية للجبهة الانفصالية بعد تصنيفها على أنها جماعة إرهابية. تصنيف الجبهة على أنها جماعة إرهابية؟ نعم. ناصر بوريطة التقى مع جون ويلسون الذي قدم هذا المقترح للكونغرس الأمريكي. بوريطة التقى مع ومن وضع قرار تصنيف البوليسارو على أنهم جماعة إرهابية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وأكد جو ويلسون لناصر بوريطة أنه يجب تسريع تبني هذا القرار داخل الكونغرس الأمريكي. وحيا جو ويلسون ناصر بوريطة وأيضا المملكة المغربية على حمايتها لأمن وأمان القارة الأفريقية، خصيصا أن المغرب أعلن بدوره عن تنظيمه أول مؤتمر حول ضحايا الإرهاب بإفريقيا، وعليه حصرت الجزائر على كل الأصعدة داخل الأمم المتحدة. ناصر بوريطة التقى مع الدول الحليفة، حصد اعترافات متتالية بمغربية الصحراء، وأيضا أعطانا إشارة على قرب تصنيف الجبهة الانفصالية على أنهم جماعة إرهابية. وبسبب هذا الضغط الشديد أحمد عطاف اضطر للحديث عن الإرهاب وأن الجزائر هي التي تقوم بمكافحته. دعونا نقف قليلا عند هذه العبارة. اليوم الحكومة الجزائرية الجديدة أتعلمون أنها وجها لوجه مع الإرهاب المتجدد ومع طوفان المخدرات؟ أتعلمون أن الجزائر بداخلها اليوم انتشر فساد غير مسبوق؟ وعليه عوضا أن يخرج أحمد عطاف على منبر الأمم المتحدة ويتحدث على أن الجزائر تكافح الإرهاب، كان عليه من الأجدر أن يتحدث عما يجري داخل مخيمات تندوف، لأننا نعلم جيدا أن ما يجري داخل مخيمات تندوف عبارة عن فضيحة كبيرة من انتهاك لحقوق الإنسان، لحرية التعبير، خصيصا الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الجزائرية، الاعتقالات العشوائية، لأنه من يتحدث بصوت الحق بالجزائر يتم فورا اعتقاله. طبعا المنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان دخلت على الخط وأكدت على ضرورة أن يتم إرسال وفد مستعجل من قبل الأمم المتحدة لرؤية ما يحدث داخل المخيمات، خصيصا أن المخيمات أصبحت بؤرة لتحتضن جماعات إرهابية متعددة.
وخصيصا أنهم يقومون بتجنيد الأطفال، بسرقة المساعدات، باضطهاد المحتجزين. أتعلمون أن المينورسو اليوم تستعد لإغلاق نقطتي مراقبة شرق الجدار الرملي؟ وهذا الخبر الذي زلزل النظام الجزائري. تواصل بعثة الأمم المتحدة المينورسو تقليص عدد أفرادها، فبعد قرارها بإبريل بعدم تجديد بعض العقود تستعد البعثة الآن لإغلاق 3 نقاط مراقبة وفقا لمصدر مطلع. وذكرت المصادر أن الإغلاق يشمل موقعين لمراقبة قوات حفظ السلام يقعان شرق الجدار الرملي بمنطقة تعتبرها البوليسارو أراضي محررة، كما سيتم إغلاق نقطة مراقبة بمنطقة الصحراء تحت سيطرة القوات المسلحة الملكية. يذكر أن وفد أمريكي يضم مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأمريكية المكلفين بعمليات حفظ السلام كان قد زار مدينة العيون واطلع على آخر التطورات وجلسوا مع رئيس بعثة المينورسو. من المقرر الآن أن يناقش مجلس الأمن قضية الصحراء بالأسابيع المقبلة، كما من المتوقع أن يقدم رئيس بعثة المينورسو آخر التقارير حول ما يجري داخل المنطقة. قد يتساءل البعض الآن لماذا المينورسو تستعد لإغلاق نقطتي مراقبة شرق الجدار الرملي؟ لأن هناك خبر يتم تداوله الآن بشكل واسع. جلسة مجلس الأمن التي سوف تنعقد بأكتوبر سوف تكون حاسمة. أولا، سوف يتم طرح سيناريو إنهاء مهام ديمستورا. ثانيا، سوف يتم طرح سيناريو إنهاء مهام المينورسو داخل الصحراء المغربية، وهذا ما قاله ترامب بالآونة الأخيرة. جميعنا سمع ترامب ماذا قال عندما أكد على لا ضرورة تواجد المينورسو، خصيصا أنها تستنزف أموال طائلة ولا تعمل أي شيء يذكر. أما ديمستورا لحدود الساعة لم يقدم تصريح منطقي واقعي عملي نستطيع أن نبني عليه الواقع التي نشهدها داخل مخيمات. لذلك جلسة مجلس الأمن بأكتوبر سوف تكون حاسمة للغاية وسوف يتم وضع بها النقاط على الحروف. وبما أننا نتحدث عن وقائع سوف تزلزل النظام الجزائري، دعونا ننتقل للوقائع الأخرى التي أتت الآن، وهذه المرة عن من؟ عن ناصر الجن. لمن لم يضغط على زر اللايك، اضغطوا على زر اللايك من أجل أن ينتشر الفيديو والمعلومات التي حصلنا عليها، ودعونا نبتدئ على الفور. صحيفة لوفيغارو الفرنسية منذ بضعة أيام كشفت بعض من الخبايا التي تحدث داخل الجزائر والصراع وحالة الاستنفار التي اندلعت داخل أروقة النظام الجزائري بعد هروب ناصر الجن. صحيفة لوفيغارو أكدت أن عملية الهروب حدثت عن طريق قوارب الموت واتجه باتجاه إسبانيا. لم تتحدث عن المزيد من وقائع الهروب. أتت صحيفة لوموند هي الأخرى وقالت إن هناك مطاردة شملت تفتيش المركبات، نشر حواجز عسكرية، مروحيات بالعاصمة الجزائرية بعد فرار ناصر الجن من الإقامة الجبرية بإسبانيا. أي نستطيع أن نقول أن الجزائر الآن بحالة استنفار كامل، وشنقريحة يقوم باعتقالات تعسفية وإقالات جنرالات بالجملة، لأن الجزائر تريد أن تحقق من الذي ساعد ناصر الجن بهروبه، وعليه هروب جنرال المخابرات الجزائرية ناصر الجن يفجر أزمة غير مسبوقة داخل نظام تبون ويكشف هشاشة القبضة الأمنية بقلب السلطة. تخيلوا، جنرال المخابرات الجزائرية هرب من البلاد، فماذا ينتظر إذن من الجزائر؟ إذن الجزائر على شفا انهيار، تخبط كبير، انقلاب سياسي خطير، ولذلك بدأت الجنرالات تهرب من داخل البلاد. وهذا ما أكدته مصادر مؤكدة حول السلطة الهشة التي باتت اليوم بيد شنقريحة وتبون. وإن كنا نريد أن نسرد لكم الآن تفاصيل هروب ناصر الجن، لأن هذه التفاصيل نشرتها صحيفة إسبانية. اسمعوا، طائرة عسكرية أمريكية ساهمت بهروب مدير المخابرات الداخلية بالجزائر. كشفت صحيفة إسبانية أنه بليلة 17 سبتمبر أقلعت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية
التي كانت ترسو بقاعدة البحرية الأمريكية بيروتا بإسبانيا. الطائرة وفق الصحيفة الإسبانية التي حلقت تعرف بقدرتها على أداء مهام متعددة بالبحر المتوسط. ووفقا لذات المصادر حلقت الطائرة لأكثر من 3 ساعات على ارتفاع منخفض جدا فوق مياه غرب البحر الأبيض المتوسط بالقرب من السواحل الجزائرية. هذا التحليق الغريب بحسب الصحيفة الإسبانية أثار تكهنات وتحليلات عدة، حيث ارتبط بمزاعم متداولة حول هروب الجنرال الجازري ناصر الجن. وأشار التقرير إلى أن الطائرة قد تكون جزءا من عملية سرية لنقل ناصر الجن أو تقديم دعم استخباراتي أمريكي له. هذه المعلومات التي نقولها الآن أتت وفق الصحافة الإسبانية. إذن إسبانيا تؤكد أن أمريكا هي التي ساعدت ناصر الجن على الهروب من الجزائر. السؤال الذي يطرح: لماذا؟ ماذا يحتوي هذه العلبة السوداء الذي هو ناصر الجن من معلومات حتى تتدخل أمريكا وتهربه؟ مناورة أمريكية بالمتوسط تغذي الشكوك وتفجر أسوأ أزمة أمنية منذ عقدين بواحدة من أكثر القضايا غموض بالجزائر الآن. لا يزال مصير الجنرال ناصر الجن بعد هروبه من البلاد مجهول، وتمكن كما نعلم الهرب عن طريق المروحية العسكرية الأمريكية. هذه التطورات التي يتم نقلها الآن أتت وفق تحقيقات من الاستخبارات الإسبانية بالجزائر. تحولت العاصمة وضواحيها إلى منطقة أمنية مشددة، نقاط تفتيش، حواجز عسكرية، طائرات مروحية، حتى الحدود مع تونس أغلقت بخطوة نادرة. ومع ذلك لم يفتح كل هذا الاستنفار بطمأنة الرأي العام أو تبديد شبح الانقسام داخل أجهزة الدولة. هذا يعني أن الإعلام الجزائري لا يتحدث عن التخبط الذي يحدث داخل أروقة النظام الجزائري. حتى المسؤولين بالجزائر لا يتطرقون لهذا الموضوع، وكأن الشعب الجزائري لا يعنيه هروب مدير الاستخبارات بالجزائر. مراقبون وصفوا الحادث بأنه أخطر تحد للنظام منذ مرض بوتفليقة عام 2013، خاصة أن هروب ناصر الجن ترافق مع التقارير عن اختفاء مسؤولين كبار آخرين، بينهم رئيس الوزراء السابق نادر العرباوي الذي أقاله تبون على رأس الحكومة الجزائرية. أين نادر العرباوي اليوم؟ اختفى. واستنادا إلى مصادر فإن خطورة ناصر الجن لا تكمن فقط بماضيه الدموي وسمعته كرجل بلا رحمة، بل بما يحمله من معلومات حساسة، تفاصيل عن البنية الداخلية لأجهزة المخابرات، علاقات الجزائر بروسيا، أدوارها بمنطقة الساحل، شبكاتها القمعية داخل الجزائر، السر الخفي وراء عداء النظام الجزائري تجاه الدول المجاورة وخصيصا اتجاه المملكة المغربية. وبمعنى آخر هو خزنة أسرار تمشي على قدمين، وهي قوة أجنبية تصل إليها هذه الورقة من الأسرار ستكتسب ورقة ضغط هائلة على النظام الجزائري. معارض جزائري بالمنفى لخص الأمر على الشكل التالي: قال: في رأسه كل ما يجعل النظام هشا. إذا كان بأوروبا فعلا فإن الدبلوماسية الإقليمية ستدخل بزلزال، فما بالك إن كان بأمريكا. نهاية النظام الجزائري. الجدل لم يتوقف عند هروب فردي. أصوات عدة ربطت الحادثة بمحاولة انقلابية لكنها فشلت ضد تبون. سيناريو آخر يقول إن هناك أسماء وشخصيات أخرى سوف تهرب من الجزائر، لذلك الجزائر استنفرت عن طريق إغلاق الحدود، نشر مروحيات، إجراء تحقيق كبير مع كافة الشخصيات. المؤكد أن فرار ناصر جن كشف عن تصدعات عميقة داخل جدار السلطة الجزائرية. فإذا كان أكثر رجال المخابرات رهبة قد تمكن من الإفلات بهذه السهولة، فما الذي يمنع غيره من تحدي النظام الجزائري؟ ناصر الجن فتح أبواب الانقلاب على تبون. بينما يترقب الشارع الجزائري بحذر، يواصل النظام إظهار قوة ميدانية تخفي بالحقيقة حالة ضعف بنيوي. ومع مرور الوقت يبدو أن السؤال لم يعد
إن كان ناصر الجن سيظهر، بل كيف سيتعامل النظام مع الندوب التي خلفها هروبه بقلب السلطة. هل سقط الصندوق الأسود الجزائري بين يدي أوروبا أي إسبانيا أو أمريكا؟ بما أننا نتحدث اليوم عن الطائرة العسكرية الأمريكية التي ساعدت ناصر الجن بهروبه. ويبقى السؤال الأبرز: لماذا الجزائر بالآونة الأخيرة كانت تحاول إغراء أمريكا بخيراتها؟ سمعنا صبري بوقادهم عندما عرض خيرات البلاد على ترامب، لكن ترامب رفض وبشكل قطعي. عندما نتحدث عن هروب شخصية محورية بأجهزة الأمن الجزائري ومعروف بدوره بالقمع خلال العشرية السوداء، الذي قال عنه بشهادته الرقيب هواري الذي كان يعمل تحت إمرته، كان ناصر الجن يتقاضى 250 ألف دينار جزائري على كل رأس يقتل بدم بارد خارج سكنة المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية. هم من قالوا ولسنا نحن أو الصحافة، هم من قالوا، هم من اعترفوا بذلك. و150 ألف دينار جزائري عن كل سجين يقتل رميا بالرصاص داخل السكنة العسكرية. كان ناصر الجن يحقن نفسه بأدوية نفسية قبل كل عملية، أحيانا كان يقتل العشرات أو المئات بيوم واحد برصاصها بالرأس من تداعيات كبيرة على الاستقرار السياسي والأمني بالجزائر. أتعلمون ما معنى هذا الذي نقوله الآن؟ ناصر الجن عندما كان يرتكب هذه الجرائم كان يأخذ حبوب مهلوسة ليفقد صوابه. إذا النظام الجزائري يتشابه مع نظام بشار الأسد المخلوع عندما شاهدنا الكميات الضخمة من الكوكايين والحبوب والأقراص المهلوسة التي تم إلقاء القبض عليها. الآن فهمنا ماذا قصدت الدول الأوروبية عندما قالت أن سيناريو النظام الجزائري سوف يكون نسخة طبق الأصل للنظام السوري. لذلك الجزائر حاولت أن تحمي نفسها تارة تحت حماية إيرانية وتارة بإعادة توطيد علاقاتها مع الجانب الأمريكي عندما شاهدنا محاولة تبون من التودد لأمريكا. أسرار ناصر الجن أثارت اليوم مخاوف الإعلام الجزائري والأحزاب الجزائرية. عائلة ناصر الجن تم اعتقالها للتحقيق معه، وانتشر هذا الخوف داخل أروقة النظام الجزائري. عندما نقول نشر مروحيات، نشر حواجز أمنية، اعتقالات جنرالات بشكل عشوائي، إقالات بالجملة، هذا يعني أن النظام الجزائري متخوف من هذه الأسرار التي يحملها ناصر الجن. والسؤال: ماذا يحمل ناصر الجن من أسرار؟ ولماذا لهذه الدرجة النظام الجزائري يتخوف من فضح ما لديه؟ خرجت تقارير تؤكد أن ناصر الجن إن بدأ بسرد الأسرار التي يملكها النظام الجزائري، فالنظام الجزائري سوف يتم إسقاطه على الفور، لأننا نعلم ماذا حدث بالعشية السوداء. زد على ذلك تواجد ناصر الجن الآن. الصحافة الجزائرية منذ بضعة أيام باتت تسلط الضوء بشكل كثير على أن المغرب هو الذي استضاف ناصر الجن. هل هذه المعلومات حقيقية؟ لحدود الساعة كل التقارير التي تأتي ليست غربية بل جزائرية هي التي تسلط الضوء على أن ناصر الجن ممكن أن يكون باستضافة الحموشي أو متواجد داخل المملكة المغربية، في حين أن المخابرات الإسبانية تؤكد أن ناصر الجن هرب عن طريق قارب الموت، فأتت مروحية أمريكية عسكرية ساعدته بالهرب. إذن لماذا الإعلام الجزائري يحاول إقحام المملكة المغربية بقصة هروب ناصر الجن؟ ليكتمل السيناريو، ولأن الجزائر لا تستطيع التهجم على أمريكا، دعونا نكون واقعيين، وترفض أن تتهجم على إسبانيا من أجل أن لا تزيد الأزمات مع الدول الأوروبية، فاختارت الجزائر العدو الكلاسيكي المملكة المغربية. وما نقوله الآن يعتبر فضيحة كبيرة وغير مسبوقة، خصيصا لأن الوقائع والتطورات التي تحدث على الأرض الواقع تثبت
الذي نؤكده الآن على أن جازر وذبابه الإلكتروني يحاول الاصطياد بالماء العكر، لكن طبعا المغرب أذكى من ذلك بكثير، وشاهدنا لم يتم تصريح من أي مصدر رسمي مغربي حول ناصر الجن. هذه الأزمات أزمات جزائرية داخلية، أزمات داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، أزمات داخل الاستخبارات الجزائرية. المغرب لديه إنجازاته، تطوراته، ولا يلتهي بمثل هذه الأمور الفارية. المملكة المغربية يميزها أنها تسير بخطى ثابتة ولا تستمع لما يجري من حولها. بقي الإعلام الجزائري يروج لمدة شهر على هروب الجنرال بريز، تارة جعلوه يفر باتجاه بريطانيا، وتارة قالوا أن هناك سيناريو من أجل استهداف مولاي الحسن بتسميمه داخل قصر ملكي. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هذا الذباب الإلكتروني الذي بقي ينشر الأكاذيب والمغالطات تلاشى لأنهم فضحوا عندما ظهر الجنرال بريز وهو يمارس عمله. خصيصا إن قلنا لكم بعد السيناريو الأمم المتحدة وجلسة مجلس الأمن واعتماد خطوة ضم المنطقة العازلة، ساعتها سوف يروا الجرافات وقوة القوات المسلحة الملكية كيف أنهم قاموا بإنزال عسكري ضخم داخل المنطقة العازلة لضمها وإنهاء هذا الجدل. على ما يبدو جازر بسبب ملف الصحراء المغربية باتت تهلوس بإشاعات ومغالطات. دعونا نذكر بالضغط تعذر لايك، ومن وصل معي لنهاية هذا الفيديو اكتبوا لنا بالتعليقات ما رأيكم أنتم، لماذا أمريكا ساعدت ناصر الجن على الهروب؟ وما الذي سوف يحدث بالأيام القادمة؟ وماذا ممكن أن يكون يحمل من أسرار تتخوف من